يا مساء الفل على عيونكم، مساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكمان داخلين بقى على دخلة المدارس. عايزين بقى فطار سهل وسريع، حاجة كده سهلة وسريعة في اللانش بوكس. هنعمل النهاردة المنين بالعجوة أو القرص بالعجوة أو حتى كعب الغزال زي ما كل فرن أو كل بلد بتحب تسميها. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا. شايفين الجمال والطعامة، قرمشة بقى وطري من بره ومقرمش من تحت، والعجوة باظة فيه وجميلة جدا. الحشوة الخطيرة، وبجد أنا بحب قوي المنين بالعجوة أو حتى كعب الغزال، بموت فيه. طعمه لذيذ وحلو قوي جنب كوباية الشاي في فطار سريع كده، وسهل وجميل جدا. شايفين تقطميها كده تحسي ان قلبك كده بيدوب فيها دوبان. تعالى اقول لكم الطريقه ونقول ان احنا عملنا المنين بالعجوه ده ازاي. اول خطوه معايا، اول حاجه انا بعملها معاكم، بنخل الدقيق. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق. الكوبايه اللي انا مستخدماها هي كوبايه الشاي اللي موجوده في اي بيت. رشه من الملح، يعني حوالي ربع معلقه صغيره من الملح، وده اللي بيظهر طعم العجينه بتاعتنا. معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر. وبس كده هنقلب المكونات الجافه ونبدا بقى نحط المكونات السائله بتاعتنا. ربع كوبايه من الزيت، وكمان معايا نص كوبايه من السمنه. دي المكونات السائله بتاعتي، وهنبدا نقلب الدقيق مع السمنه والزيت كويس قوي. وده اللي هيدينا الطراوه بتاعت المنين كده، حاجه كده شبه الكعك. يعني بيديكي ايه قوام متماسك من بره، وفي نفس الوقت بيدوب في بقك، وهو ده اللي انا عايزاه. وطبعا عشان احنا بنعمله في البيت، فطبعا هنتوصى بالحشوه وهنعمل حشوه عجوه خطيره. هبدا بقى الم العجينه بتاعتي بنص كوبايه من الميه. عايزه اقول لكم ان البسكوت ده ليه قصه حلوه جدا معايا. انا دايما كنت باجي هنا اصيف مع تيتا في اسكندريه، وانا اساسا كنت عايشه في محافظه تانية. فلما كنت باجي، كانت تيتا من النوع الناس اللي بتروح تصلي في الجامع المغرب والعشاء مع بعض. كنت بروح معاها بقى وانا صغيره، ونطلع بقى من الجامع تقول لي الجو حلو قوي، يلا بينا نروح الجنينه. طبعا هنروح ايدينا فاضيه، كان بيبقى في جنينه كده جنب الجامع بنقعد فيها ونشم شويه هوا، واقعد العب فيها ونجيب شويه لب، حبه عصير بقى خروب على عناب كده يعني. فكنت بروح المخبز اللي جنبينا، كنت بقول له بقى عايزه نص كيلو من القرص اللي بالعجوه او المنين اللي بالعجوه دي. كانت زمان مش غاليه خالص، دلوقتي بقت بسعر ومبلغ وقدره. واجيب بقى القرص دي واجيب شويه لب، ونطلع بقى على الجنينه، نقعد بقى ساعه ساعتين في الجو الحلو. طبعا على البحر الجو هنا رهيب. عايزه اقول لكم ان جو اسكندريه بيبقى حلو قوي بالليل. بعد كده بقى انا بقى اقعد العب شويه صغيرين حوالين تيتا. طبعا مع اللعب انتوا بتجوعوا، فطبعا العيال الصغيرين انتوا عارفين بيجوعوا جدا. فكانت تيتا بقى تطلع لي شويه لب، شويه عجوه، البسكوت اللي بالعجوه ده او المنين اللي بالعجوه. كان بيبقى معانا عصير بقى وميه وهكذا يعني. زي ما انتم شايفين كده انا شكلت العجينه بتاعتي. اكتبوا لي بقى تحت ذكرياتكم مع البسكوت ده. هنكمل بقى الفيديو بتاعنا. انا شكلت العجينه بتاعتي وسبتها تخمر حوالي ساعه. بعد ما خمرت قسمت العجينه نصين. معايا هنا 300 جرام من العجوه، ركنتهم على جنب. العجوه اللي معايا عجوه جاهزه. هبدا بقى افرد نص العجينه زي ما انتم شايفين، وابدا اشيل الزوايد بتاعتي، عايزاها على شكل مستطيل. معايا هنا في بولة تانية سمسم، تقدروا تستخدموا السمسم الابيض، سمسم الاحمر، المحمص، زي ما تحبي. في البولة التانية بقى حاطة معلقتين كبار من اللبن البودرة، عليهم معلقتين كبار من المية، معلقة صغيرة من النسكافيه، ومعلقة صغيرة من السكر. وده الخليط اللي هيدينا لون على الوش. لو انت حابة تستخدمي صفار البيضة هيكون احلى وافضل بكتير، وبيديكي لمعة ولون حلو قوي. حابة بقى تعمليه اقتصادي كده وحلو، هتعمليها في الخليط اللي انت شايفينه ده. شايفين انا بعد ما بشكل يا دوب ببرم العجوة وبحطها والف يا دوبك العجينة عليها لفة واحدة بس، وابدا اقفل العجينه كويس قوي، وابدا انزل العجينه بعد ما اقطعها في النسكافيه دي، اللبن اللي بالنسكافيه، وبعد كده انزله في السمسم. بيطلع طعمه خطير وحلو قوي. طبعا بنحطه في صينيه مش مدهونه اي حاجه خالص. شايفين هي يا دوبك لفه واحده، وبقطع وببدا بقى احط في اللبن والنسكافيه، وبعد كده احطه على الصينيه اللي بكلمكم عليها. تشكيل مفيش ابسط من كده. عايزه اقول لكم ان احنا بنخمره مره واحده بس، يعني يا دوبك هو يخمر اول مره العجينه، وبعد كده بعد ما نفردها ونشكلها هنحطها في صينيه ومباشره هندخلها الفرن بتاعنا.
عايزه اقول لكم شكل السمسم على الوش يطلع حلو قوي. في ناس بتحب تعمل البسكوت ده مبطط، يعني تفردي العجينه زي ما انتم شايفين كده وتمليها بالعجوه، تبدأي تتني العجينة على 2 وتقطعيها صوابع. وفي ناس بتحب تعمله رول كده زي السويس رول. وفي ناس بتعمله زي ما انا عاملاه النهارده كده. شوفي الطريقه اللي تعجبك والانسب ليكي واللي ولادك بيحبوها. مفيش ابسط من كده، عجينه جميله وطريه وحلوه قوي وهتعجبك جدا. طبعا الجزء اللي احنا بنقفله ده بنخليه من تحت، والجزء التاني بنخليه من فوق علشان خاطر ما يفتحش معانا ويطلع حلو. هبدأ احطه زي ما انتوا شايفين كده في الصينيه. طبعا شايفين طريقة التشكيل، مفيش أبسط من كده. هحطها في صينية مش مدهونة أي حاجة، هدخلها في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، بتاخد حوالي 10 دقايق. لو فرنك بيولع من فوق ومن تحت ولعي الاتنين. لو فرنك بيولع بس من تحت هنولع من تحت الأول، وبعد كده هنولع الشواية دقيقتين 3 كده، هياخد لون من تحت من فوق. زي ما انتم شايفين كده هو يدوبك بياخد لون من تحت ولون من فوق، لون ذهبي كده خفيف وبيطلع شكله قمر قوي. جنب كوباية شاي أو كوباية شاي بلبن هيعجبك جدا، أو حتى كوباية نسكافيه هيعدل مزاجك. أحلى فطار وأسهل فطار، وأحلى حاجة ممكن تديها لأولادك، مغذي جدا وجميل جدا في اللانش بوكس، هيعجبهم جدا. جربوه وعلى ضمانتي إن شاء الله هيعجبكم. هستنى آرائكم وتعليقاتكم. ما تنسوش في اللايك القمر لو عجبكم الفيديو، واكتبوا لي تعليق قمر زيكم. ولو عجبكم القناة ممكن تدوسوا على علامة الجرس عشان تشوفوا كل جديد. هتوحشوني لحد لما اشوفكم الفيديو اللي جاي. تعالوا نفتح واحدة مع بعض. الله على الجمال، حاجة كده خطيرة وريحتها قلب البيت. جربوها وإن شاء الله يعجبكم، وانتظروني في وصفات أخرى. باي باي.